السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بناء على طلب المشاهدين، طلبوا مني ان انا اصور المكان واتكلم عنه. المكان كان في عند المنظرة بجوار المنتزه. انا دلوقتي اهو بجوار قصر المنتزه. انا كنت مصورة التصوير ده ليا انا بس، لما طلب مني الفيديو فاستخدمت التصوير، فسوري او عذرا لو في اي مشكلة في التصوير، لاني ما كنتش ناوية انزله. المكان هنا المنتزه بجوار المنظرة وجوار شيراتون المنظرة وجويل المنظرة. الجويل ده اللي هو بتاع القوات المسلحة. طبعا هوريكم كل حاجة واحنا ماشيين في الطريق. انا ورايا خط السكة الحديد وقدامي ماشية رايحة اتجاه المنظرة، وعلى جواري هنا قصر المنتزه، وجنب مني الناحية التانية المحلات اللي هي بتاعت الاكل والشرب واللبس وكل حاجة ممكن تخطر على بالكم متوفرة. ماشي. المنطقة هادية وكلاسيك وراقية، ومش من النوع اللي هي الشعبية ولا مليانة ناس كتير، وتقدر تستمتع بيها يعني. فانا اخترتها لهذه المزايا يعني. ده قصر المنتزه، هما بيعملوا له ترميمات. تمام. وبجوار منه قدام ناحية المنظرة بيكون موجود الاتوبيس السياحي الفاخر، والتيكت بتاعه بيكون 15 جنيه. بياخد رحلة من اول الكورنيش، لان المنظرة بتكون اول الكورنيش ويروح لحد اخر الكورنيش. رحلة بتقعد من ساعة لساعة ونص، وبعد كده بيرجع تاني. فالافضل لو هتركبوا المحطة بتاعته بتكون هنا، بتركبوا من اول المحطة وبتدفع التيكت ال15 جنيه، وبتحاول تقعد الاتجاه اللي ناحية البحر او ناحية العماير على حسب الاتجاه اللي انت عايز تتفرج منه على المكان. طبعا انا ماشية باخد لقطات للمكان ده. اخر سور المنتزه وبداية المنظرة، ودي بداية الكورنيش. طبعا الكورنيش ده الوقت كان بالليل الساعة 7 أو 8. في بقى كل حاجة على الكورنيش، اللي عايز يشرب حاجة، اللي عايز ياكل حاجة، كل حاجة متوفرة من التنزه موجودة على الكورنيش. الكافيهات، الايس كريم، الجيلاتي، الرز بلبن، الحاجات اللي هي الفريسكا والترمس والذرة، كل ده كان متوفر. والكافيهات اللي على البحر شغالة، والديجيهات، كله كان متوفر في المكان، ما كانش ناقصه اي حاجة. تمام. احنا دلوقتي ماشيين قدامي اهو الشيراتون، وجنب منه جويل المنظرة، وقدام منهم الشاطئ بتاع القوات المسلحة. تمام. والناس قاعدة هي على الكورنيش ومستمتعة بالوقت ومستمتعة بالجو بتاعها، وهي الحاجات المتواجدة على الكورنيش بالليل. دي كانت يعني احنا كنا نازلين بالليل نتمشى كده ونشرب حاجة او ناكل حاجة، فكنت بصور المكان كنوع من الذكرى ليا، لما بعد كده احب افتكر ابص عليه يعني وافتكر. تمام. احنا ماشيين ده اهو الشيراتون، وجنب منه جويل المنظرة. ده كان عمارة المنظرة سابقا، وبعد كده عملوه للقوات المسلحة. وقدام منه الناحية التانية الشاطئ بتاع القوات المسلحة. تمام. وفي عندي هنا كافيهات على البحر مستوى حلو جدا، وفي برضو ممكن تاخد حنطور، بس انا بصراحة ما سألتش على سعره، بس سمعت حد كان بيسأله تقريبا قال له 30 او 35 جنيه، وفي 50 جنيه. ده اللي انا سمعته يعني. ده جويل المنظرة، وجنب منه طبعا الابراج والشقق، اللي مثلا لو حد عايز يأجر يعني شقة في المكان يعني. وادي المسافة بينها وما بين الشواطئ، ودي منظر الشواطئ بالليل. وده شاطئ المنظرة السياحي. الدخول 25 جنيه للفرد، شامل الكرسي والشمسية والترابيزة، اللي هو كده شامل يعني كل حاجة. وطبعا بيكون في ضباط جوه تبع القوات المسلحة، لو حصل اي مشكلة او ضرب مع حد من الموجودين بيحلوا المشكلة وكده. ودي كانت احسن حاجة موجودة في المكان يعني. وعاملين كمان قعدات هنا على البحر عالية جدا، بحيث ان انت اما تطلع تقعد عليها تبقى شايف الكورنيش لو عايز تقعد اتجاه الكورنيش، وتبقى شايف الشواطئ لو عايز تقعد اتجاه الشواطئ. هي دي القعدات. تمام. دلوقتي هطلع من فوق عشان اصورها لكم. في قعدتين في المنطقة اللي انا كنت فيها. اول قعدة ناحية جويل المنظرة، دي كان فيها واحد فوق بيعمل شاي وقهوة ومشروبات ونسكافيه، وبيحط اسفنج كده على القعدات عشان ظهركم ما توجعكوش. وواحدة تانية قدام بس ما فيهاش الراجل اللي هو بتاع الشاي. انا طلعت هي الاولانية اللي هي عند الراجل بتاع الشاي دي، علشان حتى اصور المكان من فوق. وكنا هنقعد يعني نشرب حاجة ساقعة في المكان ده، بس الراجل كان النهارده مجاش، كان قافل، فقعدنا بقى كده. انا كده قاعده اتجاه الكورنيش، العماير والعربيات.
اللي عايز يطلع يقعد فوق يجيب لب يشرب حاجة ياكل سندوتش. القعدة من فوق حلوة جدا والهوا جميل والمكان مريح نفسيا يعني. اسكندرية قادرة ان هي تبسطك وتطلعك من المود اللي انت فيه. والناحية التانية طبعا لما بتلفوا بتشوفوا الشواطئ من جوه، الكيدز اريا اللي فيها، وبتشوفوا المية، بس طبعا عشان الجو ضلمة مش باين المية، باين ان في الجو مضل. لكن لو بالنهار وطلعتوا هتشوفوا بقى الشواطئ والمصطفين والمية ومنظر البحر. تمام، هتشوفوا كل حاجة هتبقى بوضوح اكتر. بس انا بالنهار كنت ببقى في الشاطئ في المية فمعرفتش اصور حاجة زي كده بالنهار، كان التنزه بالنسبة لي بالليل. نيجي هنا للمكان ده اسمه عصير مكة، وده افضل واحد في المكان. تاكلوا من عنده ايس كريم، رز بلبن، يعني اي حاجة حلوة موجودة عنده بسعر حلو. مش المهم السعر قد مهم الكواليتي. موجود في المنطقة 3 محلات، جيلاتي عزة ومكرم وجيلاتي لبنان، حاجة زي كده. ال3 محلات كويسين على عيني ودماغي، جربتهم بس طبعا اسعارهم عالية واوفر، والمنتج من الكواليتي بتاعه مش عالي يعني. ال3 شبه بعض في الحاجة. الراجل ده اللي هو بتاع عصير مكة ده كلت من عنده، الحاجة كانت رخيصة طعمها حلو جدا، الكواليتي كان احلى بكتير. فانا قررت لو رحت مش هاكل من ال3 محلات التانيين وهاخد من عند ده بس. تمام. ده لما كلت ايس كريم في جيلاتي عزة وكلت في مكرم وكلت في لبنان، الايس كريم مثلا كان عامل 17-18 جنيه. هنا الايس كريم ارخص من كده يعني، عامل 7 جنيه 8 جنيه. تمام، والكواليتي افضل. كلت عندهم رز بلبن، الرز بلبن عامل 25-27. هنا الرز بلبن عندهم عامل 5 جنيه نفس العلبة بس الكواليتي افضل. كلت رز بلبن بالمكسرات كان في جيلاتي عزة عامل 35 جنيه. جيت هنا في عصير مكة كلت رز بلبن بالمكسرات كان عامل 17 جنيه والكواليتي برضو كان افضل. فمش عارفة ليه فرق السعر قصاد الكواليتي انه مش تمام. فقلت طب انا هصوره برضو، خليه معايا عشان ابقى فاكراه وحاطاه في الذاكره. وصورته برضو، استأذنت من اللي هم الناس اللي شغالين فيه ان انا هصوره، قالوا لي تمام يا فندم صوري مفيش مشكله. فانا استأذنتهم يعني، هم وافقوا فصورته برضو. فلما الناس سألتني فقلت برضه اقول المعلومة بحيث اللي رايح ما يتغشش زيي، لان كنت كل ما اسال حد يقول لي جيلاتي عزة او مكرم او عندك ليلي لبنان. انا من خلال تجربتي لقيت ان هم اي كلام، مش الحاجات اللي انت بتبقى متوقعها. لا، ده هو اللي طعمه حلو فعلا والكواليتي بتاعه حلو وسعره كمان مش اوفر ولا حاجة، في العادي جدا. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة، واشكر حضراتكم على المشاهدة والمتابعة. اشوف حضراتكم ان شاء الله قريبا.